السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موعدنا ان شاء الله مع المحاضرة الخامسة الريجولار اكسبريشنز، خمسة في الاوتوماتا. محاضرة خمسة في الاوتوماتا، يعني نبدأ على بركة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا بك علما، اللهم بارك لنا في وقتنا. طيب، نتكلم النهارده في الاجندة بتاع حاجة اسمها الانترودكشن تو ريجولار اكسبريشنز، اللي هي الار اي فورمال ديفينيشن بتاعها، الفايندنج ريجولار لانجويج بالار اي اللي هو الريجولار اكسبريشن، precedent of RE operator، شوية example find the language describe ال AR property، شوية properties، ونحول ازاي من ال RE لل FA بتاعنا FA. regular expression يقول لك from machine description of regular language to algebraic description، يعني من تعريف المكنة بتاعنا للريجولار اكسبريشن هنعرفها النهارده algebraic description. تمام. introduction قال لك من المحاضرة اللي فاتت احنا عرفنا ان language regular if there is، يعني regular اللانجوج بتاعتي دي اقول عليها regular لو في فاينات اوتوماتون دي اف اي او ان اف اي بيأكسبت اللانجوج بتاعتي. حلو. every regular language can be described by DFA و NFA، بعض ال DFA و NFA. في المحاضرة دي هنشوف ان ال regular language ممكن اوصفها اصلا بالregular expression. تمام. يلا بينا. يعني ايه اصلا regular expression؟ regular expression اختصارها ال RE is an algebraic notation used to describe regular language، عبارة عن طريقة جبرية لوصف اللغة الريجولار اللي عندي. طبعا سيبك من ترجمة العربي، يعني ايه نفهم دلوقتي مع بعض ايه ده. These expressions are another type of language defined notation، دي بعض اللانجوج ديفاين نوتيشن، بعض اللانجوج التانية، يعني حاجات تانية غير المعتادة. تمام. نبدأ على بركة الله. اللانجوج regular language expression donated language for example is a regular expression، ده يعني ده مختصر للانجوج معينة. The donated the language consists of all strings that are either single zero followed by any number of ones أو single zero followed by any number of ones or single one followed by any number of zeros. اهي or عشان علامة ازاي ones و any number of zeros. تمام فل جدا. formal definition بتاعي بقى، formal definition قال لك let ان السيجما given alphabet والبيزك constant of phenomenon، يبقى الاصل عندي او الاساس انها بتكون من الاتي: الكونستانت ابسلون وفاي دول ريجولار اكسبريشن بدونيتد اللانجوج ايه سيجما والفاي، الابسلون والفاي قصدي ريسبكتيفلي. ده يعني ان اللانجوج بتاع السيجما يساوي ايه الست بتاعت الابسلون، قصدي لانجوج الابسلون يساوي ايه الست بتاع الابسلون، اللانجوج بتاع الفاي بتساوي ايه فاي. لو السيجما الاي بتنتمي للسيجما والاي از ريجولار اكسبريشن، يبقى ريجولار اكسبريشن ده بيدونيت لللانجوج اللي اسمها ايه set of A، واللانجوج of A هتساوي set of A. الريجولار expression defined in 1 and 2 called primitive regular expression، يعني اللي عرفناهم فوق دول primitive regular expression. حلو. نكمل الاندكتيف او الاندكشن. يقول لك في اجزاء، في 4 اجزاء اندكشن ستيب عشان اعرف فيهم الريجولار اكسبريشن بتاعي. يعني لو عندي ار واس دول ريجولار اكسبريشن، يبقى الار بلس اس از ريجولار اكسبريشن دونيتنج باي يونيون او الاتحاد ما بين الاثنين، ال اوف ار والال اوف اس. الرمز ال اوف ار بلس اس يساوي ال اوف ار يونيون ال اوف اس، اتحاد ال اوف اس. طيب النقطه الثانيه الجزئيه الثانيه والخطوه الثانيه، لو الار عندي والاس ريجولار اكسبريشنز وانا قلت الار دوت اس از ريجولار اكسبريشن، هيرمزوا لايه؟ رمزوا الكونكاتينيشن بتاعهم، يبقى الار اوف ال والال اوف اس، ال اوف ار والال اوف اس الكونكاتينيشن بتاعهم ار دوت اس. الار ال ار دوت اس تساوي ال ار دوت ال ايه اس. تمام. تالت ستيب عندي هنا، لو الار ريجولار اكسبريشن يبقى الار ستار برضه ريجولار اكسبريشن بس دونيتنج للكلوجر بتاع ال اوف ار، يبقى ال اوف ار كلوجر ار كلوجر تساوي ال ار كل كلوجر. تمام. الستيب الرابعه، الار از ريجولار لانجوج، يبقى الار بس از اولسو ريجولار
اكسبريشن دونيت لللانجوج نفسها، يبقى ال في ار بتساوي ال ار. حلو حلو جميل. ملحوظه هنا بيقول لك لو الار والاس طول الريجولار اكسبريشن يبقى الايه، يبقى الار بتساوي الاس، يبقى ال في ار بتساوي ال في اس. تمام. هنا نبدا بامثله. مثلا قال لك الفولوينج سام ريجولار اكسبريشن، اللي جاي ده بعض الايه ريجولار اكسبريشنز. حلو حلو جميل. اوفر الالفابيت بتاعتنا دي الفاي والابسلون، تمام، والاي والبي والبريماتيف ريجولار ايه اكسبريشن زي ما خدنا قبل كده. طب الابسلون بلس بي والابسلون اور بي عشان الاورا بتنزل للبلس بتاعتنا، الاي بلس بيت اي. طب اي دوت بي ستار، A ستار بلس بي ستار، A بلس بي بلس دي مش ريجولار اكسبريشن، تمام، دي غلط. اي سب ريجولار اكسبريشن. الامثله الجايه ده، شوف الامثله الجايه. following also regular expression for ال A وال B. ده مثال A بلس B، A B ستار A، A ستار B ستار، A B كل ستار. نوت هنا ال A ستار B ستار مش بتساوي A B كل ستار. تمام تمام. ال precedent of regular expression operators اللي هي اسبقية عامل التعبير بتاعك. يعني الستار اوبريتور اسمه closure of highest procedure، اعلى حاجه. يعني مثلا وانا جاي بطبق regular expression وهعمل له اف اي، ابدا بالستار مثلا، او مثلا بحول له عكس الاف اي ابدا بالستار. ده اللي الاسبقيه الاول. نيكست الدوت كونكاتينيشن اوبريتور. فاينل بقى السيمبل اللي هو اسمه اور، اللي هو اسمه بلس ده. يعني مثلا A دوت B ده ستار بلس B is groups of، مثلا نبدا الاول بالايه بالستار، نخلي الستار لوحدها كده، نخلي كله مع بعض. تمام، نحط ما بينهم بلس عادي. زي اكسبريشن كان اون ريتن كده الطريقه دي، شلنا الدوت بس. تمام. ذا لانجوج اللي فاتت دي بتاع الاكسبريشن ده is string B اهو بلس all strings contains of and followed by any number of these including ايه حلو ان A، يعني كل السترنجات اللي فيها A متبوعة بأي نمبر من البيز. بعض الأمثلة الريجولار اكسبريشنز واللغات الريجولار لانجوج اللي بتقابلها. الريجولار اكسبريشن مثلا ايبسلون يبقى ايه سيت ايبسلون، A سيت A، B سيت B، A و B A و B، A دوت B A B على طول، A ستار A ايبسلون A A A A A A A ستار A A2 A3 A B ستار يبقى A A B و A B B و A B B B وانت ماشي بقى في السطر. Finding regular expression for regular language. يلا بينا. ازاي اوجد الريجولار اكسبريشن للريجولار لانجوج اللي عندي؟ تمام تعال نشوف. كل string in language separated by plus او الاور. For example لو عندي language كده A و B C can be presented by regular expression كده A و B C. تمام تمام حلو جدا. finite بقى language دي لو ايه، لو finite، لكن هنا ايه infinite. infinite language not always regular although many regular language are regular. اللانجوجز مش دايما regular بالرغم من ان كل اللانجوج regular are regular. امثله يبقى عندك اللانجوج وهتقول له ايه الريجولار اكسبريشن بتاعها. دي مثلا خدناها ايه قبل كده اللي كانت A ستار. اللانجوج دي هو ماشي بترتيب معين، الابسلون معاه، الابسلون زائد الاي فعلا الاي وبي ستار، عشان ان هنا البي بقت واحد بقت اتنين والاي ما معاش حاجه والبي معاهم الاي والبي، ودي كانها ايه الباقي كده، الباقي كانه ايه اي بي ستار زي دي كده. تمام حلو جدا. example 3 the language دي كده can be A بقت A B يبقى A B ستار، كنا بنتكلم عنها في الجزء الأخير من المثال اللي فات. language دي كده
دي ايه اصلا؟ يبقى ابسلون معانا ماشي، ادي الاي A2 A. طب هنا B AB A ستار B ستار. تمام، اي عدد من الايز جنبه اي عدد من البيز. تمام، ال دي كده دي اي بي داش. ليه بقى؟ عشان هي بقت مره بقت اتنين ما كانتش موجوده اصلا، يبقى اي بي ستار كله ستار. اكزامبل السادس لانجوج ال اي اي بي يبقى دي ايه بقى؟ اي بي ستار اي. ليه؟ عشان ما كانش بي يبقى في واحده بقى اتنين بقى تلاته وهكذا. اللانجوج اي بي سي مش عارفه مين دي، مش عارف اجيبها، ما عرفتش الصراحه. هي عباره عن ايه؟ يا اما A بلس B A بلس C في البي ستار، عشان هنا A وجنبها B C وجنبها B. طب لما نيجي نوزع مثلا، لو بي زي A لو البي دي ببي باور مثلا زيرو، في A وبي بس، في C بسي بس، طب باور 1 يبقى AC و A B و AC، ادي A B و AC. طب باور 2 A B B C B B اهو زي ما احنا شايفين، وتلاتة وهكذا. يقول يبقى دي نفس بده. حلو. مثال بعده find the regular expression to describe language دي. على الاقل فيها 2 consecutive zeros، يعني ايه 2 consecutive zeros حطهم في النص والباقي ستار. حلو جميل. الاكزامبل ده find the regular expression to denote language as all strings with exactly 1A. هنحط الايه في النص والستار بي والستار بي على اليمين. عايزين ايه؟ ايه واحد exactly 1A over ده، حط A في النص وبي وسي ستار وبي وسي ستار. حلو. at least A في A و A B C جنبي at least، يعني في A واحدة أو في أكتر من A. تمام تمام. لكن اللي فات كان A بس، من هنا الA هفضل أضيفها هنا عشان بقول لك at least مش exactly one. find expression to donate ده كده. لو M و N والM و N أكبر من أو يساوي زيرو يبقى A ستار B ستار. طيب لو M و N أكبر من أو يساوي واحد يبقى A ستار A ستار B B ستار. حلو جميل. بص في المثال بعده يقول الاكسبريشن اللي انت يبقى A و A و B و A B ستار. حلو حلو جدا. find regular expression related ده كده يبقى A B وبعده أي حاجة، أي حاجة اللي هي A B ستار. تمام تمام. find regular expression to donate ده كده يبقى B A وقبله أي حاجة اللي هي B A ستار. صح صح. find expression related to language or strings A and B with B as a third letter. يعني ال B هنا كده وادي ال A مثلا وادي مثلا تعال نشوفها صح يعني. تالت واحد صح، تالتة ايه، وده ممكن يكون أول واحد لا يجي منهم أي حاجة برضه اللي بعدهم ستار. تمام تمام يا حمادة. find the language represented by given regular expression. عايز ايه؟ يديك الريجولار اكسبريشن نجيب له اللانجوج. حلو. نعمل ايه؟ نجيب الريجولار اكسبريشن زي دخل عليها ال نعمل ايه في الدوت؟ يبقى اتحاد. لا مش اتحاد، يبقى انت كده نايم. يبقى ايه البلس هي اللي بتتقل بالاتحاد. تمام تمام. يبقى ال ايه؟ اي ستار دوت اي بي ال ستار ال اي بي. دخل ال جوه الاي بي اتحاد. طيب ال اي والال بي دول ستة عاديين، اتحاد يبقى اي بي. ستار اضرب بقى جوه، هنا ايه الشكل اللي انت هتشوفه ده. انت هتضرب ايه؟ ستار دي هنفردها لابسلون واي 1 وهكذا. في دي بقى تضرب الايه في الاولانية والبي في التانية وهكذا. يبقى دي اللانجوج اللي عندي في الاخر اللي انت طالبها. تمام تمام. ال A برضو هدخل عليها ال، وهنا الاتحاد هيبقى ما بين دول ودي. تمام. فكها السي دي بتساوي عندي ستار في الدوت، افك السي اضرب فيها البي في كله، وبعد كده اعمل اتحاد مع الايه ادخل الايه تطلع اللانجوج دي. تمام حلو جميل. find the language represents ال ده ادخل عليها برضو ال دوت، الاتحاد هيبقى جوه البلس اتحاد ال A وال B دوت ال A. طب A A A B اسهل من يعني
البروبرتيز بقى يا باشا، نخش على البروبرتيز بتاع الريجولار اكسبريشن. البروبرتيز بتاع البلس الا وهي الار اس هي الاس ار. طب الار فاي هي الفاي ار هي الار. ار بلس ار هي ار. ار بلس اس زائد تي هي الار زائد اس مع تي مع بعض. والبروبرتيز اوف كونكاتينيشن يلا بينا. الار فاي هي الفاي ار هي الفاي. ار ابسلون هي الابسلون ار هي الار. الار اس مع بعض في التي هي الار في الاس في التي مع بعض. تمام. توزيع ديستريبيوتيف اهي. الار في الاس زائد الار في الاس زائد تي هي الار اس زائد ار تي. الار زائد الاس زائد تي في الار الاس ار زائد تي ار. كروجر الفاي ستار بتساوي السيجما ستار بتساوي ايه؟ الابسلون ستار بتساوي الابسلون. ار ستار بتساوي ار ستار. ار ستار بتساوي ايه؟ ار ستار الكل ستار. تمام. نركز في البروبرتيز دي يا شباب، نركز في البروبرتيز دي. نكمل يا شباب. فاينايت اوتوماتون وريجولار اكسبريشن. regular expression approach and the finite automaton approach presented exactly same set of regular language اللي هي regular language. يعني regular expression طريقة والفاينايت اوتوماتون بيمثلوا نفس set of language اللي هي regular language. ودي الرسمة اللي اقدر احاول فيها ايه، العب بقى، اروح من ان في اي للدي في اي، الدي في اي اروح للاي ار الار اي، ومن ار اي للان في اي الابسلون ان في اي، وارجع تاني للدي في اي والشعلط بقى. تمام. transforming AR to FA. انا عايز احول من AR regular expression، معلش السهم اللي طلع ده بس ماشي، لل FA. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اهو regular expression to finite automaton algorithm. Given regular expression, we start the algorithm with machine that has a start state and a final state and the age labeled with the given regular expression as يعني ماشي. لك هنا وهنا ايه، احنا نبدا بالالجوريزم الماشين اللي عندها ستارت ستيت فاينل ستيت وايدج ليبلد ويز جيفن ايه ريجولار اكسبريشن. عندها ستارت ستيت وفاينل ستيت وايه في ايدج ايه الريجولار اكسبريشن بتاعي. تمام. ريجولار اكسبريشن اي ار تو فاينل اوتوماتون. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل ايه؟ ترانسفورم ذا ماشين انتو ايه سيجما ان في اي by applying the form rule until all edges are labeled with either a single letter from alphabet or epsilon. حلو قوي قوي قوي. يعني هنعمل الماشين دي بواسطة ايه؟ كل الايدجز اللي بيلد بسنجل لتر من الالفابت او السيجما. يعني ايه؟ هنشوف دلوقتي. لو اول حاجة عندي ايدج ليبلد with فاي همسحه، لو في ايدج عليه الفاي بمسحه وانا بحول للاف اي. حلو قوي. طب تاني حاجه، لو في عندي دياجرام بالشكل ده ار بلس اس بعملهم فوق بعض كده نمتو اوبشن. تمام. حلو. نكمل. ده عندي دياجرام اي دوت بفصلهم كده بقى، احط ستيت في النص واخلي كل واحده على سهم. فل جدا يا رب، استر يا رب. كده زي كده اللي هو الار ايه ستار، خليها هي لوب على الستيت الجديده واحط على السهمين ابسلون. مثال هنا هو قايل لك هنا ايه المثال ده لان في ايه بتاعنا. حلو. ده عايزين ايه نشقلبه ليه لان في ايه. حلو. اقول لك انا ازاي، اقول لك طب هنا بلس هنعمل ايه، نعمل ايه ستار تحتها اي بي. يلا يا باشا يلا يا باشا اهي ستار تحتها اي بي. طيب دول ايه مضروبين في بعض، نعمل ايه ابسلون بيبسلون كل واحده في ستيت اهي كل واحده في ستيت. طب دي ايه ستار ابسلون وهي بتعمل لوب على مش عارفه مين على نفسها ماشي على الستيت الجديده بقى. تمام. نخش في التانية هنا الاي بي ستار. نعمل ايه الستار هنعملها ابسلون اول. طب اي بي لود، انت قلت الاي بي لازم ستو ستيت يروح ويجي ده بس عشان لوب ايه في رايح وجاي. تمام. فل جدا جدا. اتفقنا بالخير تجدوها يا شباب يا شباب. حلو. هنا مديني هنا ما جعلهاش شويتين بس هنقسمه. البلس ده يبقى اي سي واي ستار بي سي ستار. حلو. اهو دي اي سي واي ستار بي سي ستار. نعمل ايه الاي سي تنزل تحت
الاي سي هنفكها تحت اهي، الاي سي فكت تحت. طب انت عندك كان هنا عندك اي ستار، ادي الاي ستار فكت لوب على ست وسيجما وسيجما. طب كان عندك سي ستار، سي ستار لوب على ست والسيجما وسيجما. وكان عندك ما بينهم بقى اسمها كونكاتينيت ما بين الاي والبي والسي ستار، او الاي ستار والبي ادي الفرق ما بين التلاته توزعهم. تمام كده، تمام جدا جدا جدا. يعني المحاضرة دي كانت يعني الحمد لله يعني كانت لذوذة ظريفة كده، يعني لذيذة خفيفة على القلب. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جديدة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتبعته لاصحابك او لصاحبك ايا كان. وفي لينك الوصف هتلاقي جروب الواتساب عليه لينك درايف ينزل عليه كل المحاضرات اللي بننزلها. محاضرة الدكتور ملحقة بملخص كده بسيط انا عامله، يعني ممكن يفيد، عايز تقرأه عايز تبص منه زي ما تحب يعني. يا رب يا جماعة تكون حلقة بسيطة واتبسطتوا واستفدتوا. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.